هنعمل النهارده عصاير الصيف الميلك التشيك المتلجه اللذيذه قوي اللي احنا دايما بنشربها في الكافيهات وبنفكرها صعبه او فيها مكونات غريبه. بالعكس هي سهله خالص، هنعملها كمان باطعم مختلفه، وهنعمل ميلك تشيك شوكولاته، وهنعمل ميلك تشيك مانجا، وهنعمل كراميل. وتقدروا انتوا كمان تغيروا في نوع الفاكهه اللي انتوا تحبوه او في الطعم اللي انتوا تحبوه، سواء لوتس سواء اي نوع انتوا بتحبوه هتعملوه، هيبقى سهل خالص لو مشينا على نفس الخطوات. بس قبل ما نبدا في الفيديو، لو اول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. اول نوع هنعمله هو ميلك تشيك المانجا. هنحط كوبايه لبن، هنثبت كوبايه اللبن دي عشان نعمل كوبايتين. هنعمل كوبايه لبن وعليها كوبايه مانجا، يعني قطع عادي متقطعه، واحط كمان بولتين ايس كريم سواء مانجا سواء فانيليا. انا حطيت فانيليا، واحط شويه تلج، وهضرب المكونات دي كده يعني مع بعض كويس. وبعدين هقوم حاطه معلقتين كريم شانتيه، او كان ممكن نحطها كمان من الاول يعني. هحط معلقتين الكريم شانتيه بقى، وافضل اضرب بقى الكريم شانتيه كتير علشان كل حاجه تدوب مع بعضها، ويعمل يعني خليط الميلك تشيك حلو. عندي بقى هنا ده صوص مانجا، او مانجا انا عاملاها بيوريه، يعني نحط اي حاجه منهم، يعني هي حركات كده ملهاش اي لازمه هنحطها، بتدي شكل حلو وهي مبتديش طعم ولا حاجه، بتدي شكل حلو. بس هنزل عليها بشويه تلج، وبعدين هنزل بقى على الكوبايتين بالميلك تشيك المانجا نفس الشكل ده كده. على الوش بقى نحط يا اما بولتين ايس كريم، يا اما نحط كريم شانتيه مثلا. انا حطيت ايس كريم على المانجا، كان طعمه لذيذ قوي. وكده احنا خلصنا ميلك تشيك المانجا. ممكن نعمل اي نوع فاكهه بنفس الطريقه بالظبط. هنعمل بقى ميلك تشيك الكراميل بالبسكوت، يعني ده من احلى انواع الميلك تشيك اللي ممكن تشربوها. حطيت كوبايه لبن وعليها بولتين ايس كريم برضو فانيليا، حطيت معلقتين كريم شانتيه خام، وحطيت بقى صوص كراميل معلقتين او 3 زي ما نحب. حطيت شويه تلج، وحطيت بولتين الايس كريم. شويه البسكوت بقى دول بسكوت ساده يعني، هحطهم زي ما نحب، يعني ممكن نحط البسكوت ممكن ما نحطوش. وبعد كده شويه فانيليا صغيرين بيعملوا ريحه حلوه قوي مع الكراميل. هنضرب كويس خالص لحد كل المكونات لما تدوب مع بعض. طبعا هناخد وقت شويه عشان البسكوت. هنعمل نفس الحركات اللي على الكوبايه، بس هنعملها المره دي بصوص الكراميل اللي انا عاملاه. طبعا ما تديش طعم برده، هي شكل حركات شكل كده بس وخلاص. هنجهز الكوبايتين ونحط فيهم التلج، لان الميلك تشيك لازم تلج. وبعد كده نحط الخليط. انا حسيت ان هو تقيل قوي، ما حسيت ان انا مش ضروري ان انا احط حاجه على الوش، يعني انا كملت الكوبايه كلها بالميلك تشيك وخلاص كده. مش محتاج بقى لا كراميل ولا لا يعني ايس كريم قصدي، ولا كريم شانتيه كده. النوع التاني، النوع التالت بقى ميلك تشيك الشوكولاته. طبعا ده اكيد الناس كلها بتفضل اكتر حاجه الشوكولاته. برضو احط كوبايه لبن، واحط شويه تلج، احط معلقتين الكريم شانتيه الخام، واحط معلقتين صوص شوكولاته او زي ما نحب الصوص، او نوتيلا. والمره دي حطيت ايس كريم اللي هو الجاهز شوكولاته. هنضرب برضو الخليط كله كويس خالص لحد لما كله يدوب مع بعضه كويس خالص. هنحط المره دي بقى في الكوبايه صوص شوكولاته على كوبايات كده بمعلقه او باي حاجه. برضو هي حركات كده ملهاش اي طعم، بس تدي شكل، ولازم بتكون موجوده في الميلك تشيك اللي بنشربه بره. هنحطه كده، وبعد كده نحط الخليط عليه. وانا يا دوب عملت الكوبايتين وسبت شويه من فوق، علشان قصدت ان انا احط كريم شانتيه من فوق، ويكون يعني كريم شانتيه فانيليا، علشان يعني يكسر طعم الشوكولاته الكتير قوي اللي جوه دي. نفس الشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان هما بجد هي دي الطريقه بالظبط اللي ممكن تكون بتتعمل بيها. انتوا ممكن تعملوا باي طعم انتوا عايزينه، اي نكهه تحبوها. شويه حركات بقى فوق كده، شوكليت شيبس او اي حاجه على الشوكولاته. جربوه بنفس الطريقه دي هيعجبكم جدا. هتحسوا فعلا ان هو زي الميلك تشيك اللي بيتعمل بره. بل انتوا بقى ابدعوا بقى براحتكم بقى، وغيروا الاطعم بتاعته، سواء اطعم الفاكهه سواء لوتس زي ما انتوا عايزين. بس عرفوني الطريقه عجبتكم ولا ايه، وقولوا رايكم فيها ايه.